وبيبدأ الجزء التاني من مسلسلنا بعد ما جون بيحس بإن الأرواح هتسيطر عليه تاني، فبيروح يمسك إيد سونج بطلتنا عشان ياخد من قوتها ويمنع إن ده يحصل. وهنا بيفتكر لما كانت بتقول له ما يسمحش أبدا للأشباح بإنها تتقرب منه، حتى لو بيوهموه بإنهم عايزين يكونوا أصدقائه مش أكتر، لأن في الحقيقة الأشباح مش بيكونوا عايزين يصاحبوا حد، وهدفهم الحقيقي بيكون هو إنهم يستحوذوا على جسم الشخص اللي بيوهموه بده. وبيفوق من ذكرياته على صوتها وهي بتسأله بيبصلها كده ليه، فبيقول لها أبدا كل الموضوع إن جمالك النهاردة مختلف، وبيتوه في الكلام ومش بيعرفها أي حاجة بخصوص اللي حصل معاه من شوية. وعند جيهو صاحبهم بنشوفه وهو بيسأل المدرب ليه وافق إنه يشارك في مباراة الرماية وهو اصلا ما يعرفش فيها حاجه، فبيقول له من غير مجامله موافقتي ملهاش علاقه بمهاراتك، لان زي ما انت قلت ما بتفهمش حاجه في حاجه، كل الحكايه بس ان جيون بيكون مبسوط وانت معاه، فقلت اخليك جنبه عشان موده يكون كويس وهو بيلعب ويقدر يفوز في المباراه. اول ما الجوله بتبدا جيون بيشوف شبح بنت على مسافه بعيده عنه، ولما بيحاول يتجاهل ويعمل نفسه مش شايف حاجه بتبدا تقرب منه واحده واحده، فالخوف بيتملك منه وبسبب ده ما بيعرفش يركز وهو بيلعب. وفي الاستراحة لما بيروح يغسل وشه عشان يحاول يهدى، شباب الفريق المنافس بيروحوا يرخموا عليه بالكلام، هو بيطلعوا كانوا زمايله قبل ما ينقل من مدرسته الأولى، ومن كلامهم مع بعض بنعرف إنه كان مرتبط بزميلته من المدرسة دي، لكن اتأذت في واحدة من الحرائق اللي شايفين إنه السبب فيها بسبب حظه السيء، ومن وقتها وهي ما بقتش تمشي، وده كان سبب اعتزاله للرماية لأنه كان حاسس بالذنب ناحيتها. وعند أم سونج بتسمع العرافة بيوم وهي بتردد تعويذات، فبتحس إنها بتعمل مصيبة جديدة من مصايبها وبتقرر تدخل تشوفها بتعمل إيه. وفي نفس الوقت اللي جون بيبدأ يشوف عدد كبير جدا من الأشباح حواليه في كل حتة وبيكون خلاص هينهار، لكن أول ما بيبص لسونج بتركيز كل حاجة بتختفي. بينما سونج أول ما الجولة التانية بتبدأ بتسمع أصوات التعويذة اللي العرافة بترددها، وبتأثر الأصوات دي عليها هي كمان، لكنها بتقدر تتحكم في نفسها وبتبدأ تردد هي كمان تعويذات عشان ترد تعويذاتها. وبيطلع إنها كانت عملت تعويذة قبل المباراة بإن مفيش أي حاجة تقدر تأذي جيون قبل ما هي تتأذي الأول، وده لأنها كانت عاملة حسابها بإن العرافة دي هتبعت لجيون طاقة سلبية تخليها تتحكم فيه علشان تسهل على روح بونج اللي لابساه بإنها تخلص عليه وتستحوذ على جسمه بشكل كامل. وفي النهاية بتقدر سونج تسيطر على تعويذات العرافة دي لحد ما المباراة بتنتهي بفوز جيون، اللي لما بيطلع يستلم الميدالية المدرب بيلاحظ نظرات حب لسونج فبيوقفها جنبه عشان يصورهم سوا. وهنا جيهو اللي بيكون حالف ما يسيبهم يتهنوا لحظة مع بعض بيلزق لهم وبيتصور هو كمان معاهم، وبيكون المدرب عايز ياخد الفريق كله ويروحوا يتغدوا سوا، بس بتتحجج سونج بانها عندها حاجة مهمة تعملها ولازم تروح، وبيتحجج جيون هو كمان بنفس الحجة وما بيجيبلهاش اي سر عن اللي حصل معاه، ولما بتسأله لو حس بأي حاجة غريبة النهاردة بينفي كلامها. وعند امها لما بتلوم العرافة بيوم على اللي عملته وبتسألها استفادت ايه لما التعويذة اللي عملتها فشلت وتردت عليها تاني بلعنة، فبتقول لها انها تردت عليها لكن ما فشلتش، وده لانها اثرت على سونج وهي كمان اتصابت بلعنة. ومن كلام سونج والعرافة بيوم بنعرف ان بيوم دي تبقى بنت امها الروحية، لكنها تخلت عنها وطردتها بسبب المشاكل اللي كانت بتعملها لها وانها بتستخدم قوتها في الشر. وبتعرف سونج انها كانت بتتعرض للتنمر زمان وعشان كده اتحولت لعرافة شريرة، فبتقرر ما تستسلمش وتفضل وراها لحد ما ترجعها للطريق الصح من تاني. وفي نفس الوقت ده جيون بيروح يتكلم مع عرافة تانية عن ازاي يقدر يحمي سونج بعد اللي بدأ يحصل معاه ده، فبتقول له ما يقلقش لان التميمة اللي بتحرسهم هما الاتنين قوية جدا ومفيش اي تعويذة هتقدر تتغلب عليها، وبتعرفوا انها هتصلي للآلهة بتاعتها وهتطلب منهم يحموهم بنفسهم، بس اهم حاجة اليومين دول يحاول على قد ما يقدر يعمل نفسه مش واخد باله من الاشباح لو شافها، وما ينزفش دم وفي شبح قريب منه لان ده لو حصل في النهاية مش هتكون كويسة. وعند سونج من وقت ما لعنت بيومها صابتها ومصيرهم هما الاتنين اتحد، وهي بقت بتشوف صندوق خشب مربوط بقطعة قماش لونها ابيض على ظهر بيوم وما بيكونش في حد غيرها شايفه، فبتسألها عنه لكنها بتتجاهلها وبتقولها ما تتدخلش في حاجة ما تخصهاش، وبتكون فاكرة انها بتقولها اي كلام وخلاص. وفي طريق جيون للبيت بيحاول يتجاهل الاشباح على قد ما يقدر لحد ما بيتفاجئ ببوم زميله بتاع المدرسة ماشي في الشارع متوتر وشبح الانتحار ماشي وراه، فبيدخل في حيرة بين انه يسمع كلام العرافة ويتجاهل الاشباح او انه يروح ورا بوم ويحاول ينقذه من الشبح ده، ولما اخيرا بيقرر يروح وراه بيلاقيه اختفى.
فبيروح لسونج البيت وهناك بيحاول يفتح معاه كلام في أي موضوع عشان يسلي الوقت، لكنها ما بتكونش في المود خالص، وفي النهاية بتشد معاه في الكلام عشان مسك تعويذة طلبت منه ما يلمسهاش، لكن في النهاية بتعتذر له وبتقول له إنها خايفة عليه من إنه يشوف الأشباح، لأن دي لعنة وهي أكتر واحدة عارفة بمعاناة اللي بيتلعن بيها. وهنا بعد ما هو كان ناوي يعرفها إنه بدأ يشوفهم أصلا بيغير رأيه وبيقرر ما يقولش دلوقتي عشان ما يقلقهاش عليه. وفي الوقت ده هي بتروح في النوم وكالعادة بتقع من على السرير جنبه، وبيتهزقوا الاتنين من أمها تاني يوم. وفي المدرسة بوم زميلهم بيتأخر لدرجة إنه ما بيحضرش الحصة الأولى، ولما بيجي بتاخد سونج بالها من شبح الانتحار اللي ماشي وراه في كل حتة، فمن خوفها عليه بتفضل اليوم كله تراقبه. ولما بتسأل جيول لو ينفع تسيب ايده بس يوعدها لما روح بونج تسيطر عليه يكون هادي وما يعملش شغب، بيقول لها بلاش أحسن، وما بيكونش عايزها تبعد عشان ما يشوفش الأشباح. وفي نفس الوقت ده بيوم بتكون قاعدة تفكر في كلامها عن الصندوق المربوط على ظهرها لأنها ما بتكونش عارفة عنه أصلا، وبعد تفكير كتير بتعرف إنه تابوت وإنه في جثة طفلها اللي توفى، فبتروح تلوم أمها وهي منهارة عشان كانت عارفة وما قالت لهاش. وعند سونج بتبدأ تتعب بسبب اللعنة وبتكون حرارتها عالية جدا، فبيقترح جيون عليها يرجعوا البيت عشان ترتاح، لكنها بترفض لأنها عنده تدريب على الرماية ومش حابة يضيعوا عشانها. وتاني يوم في المدرسة برضه بنشوف بوم وهو قاعد منهار وبيبص على تليفونه اللي بيرن والرعب مسيطر عليه، وبيكون واضح جدا انه بيتعرض للتنمر. وفي حصة الطهي بتلاحظ سونج خوفه وهو بيبص في التليفون، فبتتأكد ان في حاجة غلط بتحصل معاه، وخصوصا لما الحصة بتخلص وبتشوفه بياخد سكينة من غير ما حد ياخد باله ودخل الحمامات. وهنا بتاخد جيون معاها وبتروح وراه علشان لو حاول يأذي نفسه يمنعوه، ولأن جيون هي العرافة محذرة من إنه يبعد عن الأشباح فما بيكونش حابب يروح معاها، وبيقترح يبلغوا إدارة المدرسة وهم يتصرفوا، لكن لما بيلاقيها مصرة تحل المشكلة بنفسها ما بيقدرش يسيبها لوحدها. وفي النهاية وهو بيحاول يمنع بوب من إنه يقطع شرايينه بيتجرح في إيده، وفي النهاية بيحصل اللي العرافة كانت خايفة منه، وده لأن بسبب الجرح اللي حصل في إيده والدم اللي نزفه وشبح الانتحار جنبه روح بونج هتستحوذ عليه بشكل كامل. المهم انه بيفقد وعيه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في عيادة المدرسة وسونج نايمة جنبه وبتكون تعبانة خالص، فبياخدها وبيرجع البيت وبيفضل يهتم بيها كذا يوم، لكن ما بيكونش فيها أي تحسن. ولما بيصر عليها روح المستشفى بتمثل إنها كويسة، وبتاخده للنادي عشان التدريبات بتاعته. بعد ما بيخلص بيبان الزعل على ملامحها وبتقوله إنها عارفة إنه بونج مش جيون، فبيحاول ينكر في البداية ده، لكن لما بيلاقيها مش مصدقة بيستسلم وبيعترف لها بإنه بونج فعلا. ولما بتسأله جيون فين بيقول لها إنه استحوذ على جسمه بشكل كامل. وبنعرف إن العرافة بيوم هي اللي عرفته بإن جيون لو نزف دمه جنبه شبح وقتها هيقدر يستحوذ على جسمه، فخطط لكل حاجة من البداية عشان يخلي ده يحصل، وفي النهاية خطته نجحت وقدر يستحوذ عليه. ولما فاق وهو في المستشفى قرر يخبي على سونج ويمثل إنه جيون عشان ما تكرهوش وتحبه على أساس إنه هو، لكن في النهاية كشفته. بالليل أمها الروحية بتشوف العرافة بيوم وهي بتتسحب وبتهرب من البيت، وبتعرف إنها بتخطط لمصيبة جديدة، لكن بتقرر ما توقفهاش وتسيبها تخرج. بعدها تراقبها وتشوفها بتخطط لإيه. وتاني يوم بنشوف بونج وهو قاعد يتكلم معاها وبيقولها إنه مش روح شريرة، وإن لو في حد شرير بجد فهتكون بيوم، لأنها هي اللي اتواصلت معاه من البداية وأقنعته بفكرة استحواذه على جسد جيون، وإن ما كانش عايز كل ده يحصل، وكل اللي كان عايزه هو إنه يعيش كإنسان عشان يفضل مع سونج. بعدها بيوم دي بتعرف إن بيوم بتحاول تستدعي حاصد الأرواح عشان تخليه ياخد روح جيون، ولو ده حصل فجيون هيختفي خالص وهيفضل بونج عايش في جسمه. والحل الوحيد عشان يحموه هو إنهم يحموا بونج هو كمان، لأن في حاجة معينة تخصه لو بيوم وصلت لها فوقتها تقدر تستدعي حاصد الأرواح زي ما هي مخططة. وبتنهي كلامها مع سونج بإنها تخليها لطيفة مع بونج لأنه مفتقد للحب والاهتمام، ولما لقى ده معاها اتعلق فيها. وبالفعل بتقرر إنها تكلمه وتتصاحب عليه بعد ما كانت خصمته من وقت ما عرفت إنه استحوذ على جسم جيون، وهو كمان ما بيصدق ومن الفرحة بيفضل لازق لها 24 ساعة. حتى في المدرسة كل شوية يمسك ايديها من غير ما يهتم بنظرات الطلاب ليهم. ولما جيهو بيعرف إنه بونج مش جيون وبيعرف من سونج اللي حصل وإنها محتاجة 100 يومها علشان تعمل طقوس معينة تخرجوا بيها وترجع جيون من تاني، وهي الطقوس دي فشلت يا نجحت، بيروح يتخانق مع بونج وبيقول له يرجع للعالم بتاعه من تاني، لكن طبعا الموضوع ما بيكونش بالسهل كده. فبيقول له بونج إن مش بإيده حاجة يعملها
وإن الحب ورغبته في إنه يكون مع سونج كان أقوى من إنه يهتم بإيه اللي بيحصل لجيون لما يستحوذ على جسمه. وبينهي كلامه معاه بإنه المفروض يكون حاسس بيه، لأنه عارف يعني إيه إحساس تحب حد ومش قادر تكون معاه. في نهاية اليوم وهو مروح بيتقابل مع 3 من زمايله المتنمرين، لكن ربنا بيكون هداهم خلاص وسابوا شغل التنمر ده. وبالصدفة بيشوفوا كلهم شباب بيتنمروا على بوم وزميل تاني ليهم، فبيروحوا يضربوهم وبيكونوا كلهم شلة مع بعض. وفي النهاية حالة بوم النفسية بتتحسن وبيختفي شبح الانتحار بتاعه. ولما بونج بيرجع البيت وبتعرف سونج عن الخناقة اللي دخلها بتلومه على ده، لكن بيتجاهل كل اللي بتقوله وبيقول لها إنها جميلة أوي النهاردة. وبيبدأ يكون صداقات كتير وبيكون محبوب من الكل، وده بيخلي سونج تزعل لأن جيون ما كانش محبوب كده وما كانش بيعرف يكون صداقات زيه. وبتكون مفتقدة جيون جدا فبتنهار أول ما بترجع البيت. ولما العراف صديق أمها الروحية بيشوف ده بتصعب عليها، فبيقول لها إنه يقدر يستدعي لها روحه لكن كام دقيقة بس مش أكتر من كده، وبيستدعيه لها فعلا. فمن الفرحة بتحضنه وهي مش مصدقة نفسها. وهنا جيون بيتكلم معاها عن إنه بيشوف في ذكريات بونج شابين مجندين في غابة، واحد قصير وواحد طويل، وواضح عليهم الخوف، وغالبا واحد منهم هيكون بونج. فبتقترح يحاول يتكلم معاهم، يمكن يعرف ايه السبب اللي مخلي روح بونج مش عايزة ترجع للعالم بتاعه، يمكن وقتها يقدروا يواسوه ويقنعوه يرجع. وفعلا بيحاول يعمل كده اول ما روحه بتختفي من تاني، ولكن الشابين دول اول ما بيشوفوه بيضربوا عليه رصاص فبيخاف منهم وبيهرب. عند العرافة بيوم بنعرف ان الحاجة اللي بتدور عليها عشان تقدر تستدعي حاصد الارواح خاتم فضة مع بونج، لكنها كل ما تسأله عنه يكذب عليها وبيقول انه ما يعرفش هي بتتكلم عن ايه. في المدرسة تاني يوم بيعرف المدرب بونج بانه هينضم للمنتخب، فبيقعد زمايله يحتفلوا بيه وبيقضوا كلهم وقت لطيف مع بعض، باستثناء سونج اللي بتكون شايفة ان المفروض جيون يكون هو اللي بيعيش اللحظات دي مش بونج. بالليل بيوم بتروح تقابل بونج وبتحاول معاه تاني بخصوص الخاتم، وبتعرفه انه لو ما اداهولهاش فاحتمال كبير جيون يقدر يرجع من تاني وهو يرجع للعالم بتاعه، لكن برضه بيرفض يديهولها. ولما بتحاول تضغط عليه وتخلي اشخاص تبعها يشغلوا صوت البندقيات اللي هو بيخاف منه، جيهو اللي كان بيراقبه من وهو راح يقابلها بيقف جنبه فبيهدى وما بيتأثرش بالأصوات. بالليل بيعرف بخصوص ان سونج بتستدعي روح جيون وهو نايم، وانها بتحاول تعرف عن الجنود اللي في ذكرياته. فتاني يوم بعد المدرسة بياخدها القبر شاب اسمه يون، وبيقول لها ان هو الجندي الطويل اللي جيون بيشوفه في ذكرياته، ويون ده الجندي القصير وانه كان صديقه. وقبل ما يتوفى اداله خاتم وطلب منه يوصله لوالدته، لكن هو كمان اتوفى قبل ما يعمل كده، ففضل عايش بإحساس ورفض ينتقل للعالم بتاعه، وفضل الفترة دي كلها عايش كشبح. ولما سونج بتحاول تقنعه ينسى اللي حصل ويرجع للعالم بتاعه، بيقول لها ان ما عندوش اي نية يعمل كده وجيون مش فارق له. وتاني يوم بيروح يقول لمدرب الرماية انه مش حابب يشارك في المنتخب. ولما سونج بتلومه على ده بيقول لها ان بونج مش جيون، ومن النهارده هيعمل الحاجات اللي هو بيحبها مش اللي جيون بيحبها. وفي نفس الوقت ده العرافة بيوم بتقدر تخدع جيهو وبتخليه يسرق لها منه الخاتم الفضة اللي هتقدر تستدعي بيه حاصد الأرواح، بعد ما بتقنعه انه لو قدر يعمل كده هتقدر ترجع جيون من تاني. ولما سونج بتعرف ده بتعرف أمها الروحية بسرعة، وبيقرروا يعملوا طقوس معينة في مكانين مختلفين ويجذبوا حاصد الأرواح اللي بيومها تستدعي المكان غلط غير المكان اللي بونج موجود فيه، عشان ما ياخدش روح جيون من الجسم. وبعد محاولات كتير بتنجح خطتهم، لكن بونج بيكون متعصب من اللي بيوم عملته فبيقرر ينتقم منها وبيستدعي لها حاصد الأرواح ياخد روحها، لكن بسبب تعويذة حماية أمها عاملاها لها فللأسف والدتها هي اللي بتموت مش هي. وبكده بتخلص حلقتنا النهاردة. سلام.